صراحة اف ام 88.6. مساء النور والخير والفرحة والسعادة يا أصحاب السعادة، يا مساء الطاقة والرياضة والحياة. الرياضة تعتبر من أهم الأمور اللي الإنسان لازم يمارسها بشكل يومي، بما أنه أثرها الإيجابية على صحة الإنسان ونفسيته كبيرة. واليوغا هي رياضة من الرياضات هذوما اللي انتشرت برشا في الفترة الأخيرة. واليوغا تعني اتحاد الروح والجسد، وهي تهدف لتحقيق الصفاء الذهني والتخلص من الضغوطات النفسية والعصبية. اليوم تحضر معنا الخبيرة الدولية نهال بشيني، مدربة يوغا تونسية. مرحبا يا عسلامة. مرحبا. لو كان تعرفنا بروحك وتقول لنا كيفاش جاتك الفكرة باش تدرس اليوغا؟ انا بديت توا اليوغا عندها 5 سنين التالي. اول مره بديت مارست اليوغا روحي انا، على خاطر بديتها عندي شويه وجايه في الظهر، حبيت انه نجرب هالديسيبلين هذايا، ولقيتها اللي هي ديسيبلين فادتني برشا برشا برشا. دونك من وقتها جات الفكره، قلت علاش انا ما نتعلمش الحاجه هذيا ومعناها نطبقها وندرسها مع الناس اللي نعرفهم وتفيدهم، ممكن هما زاده تفيدهم. اي كيفاش درستها؟ وين درستها؟ انا درست في برشا بلايص، منهم المانيا، الهند، ويعني براتيكيت في برشا بلايص، تونس، المانيا، منبع اليوغا فرنسا، اي برشا برشا بلايص. واللي يحب يدرس اليوغا وين يمشي باش يدرسها؟ والله توا فما في تونس ولينا نمارسوها، يعني ولات فما عندنا في قاعة الرياضة، ولا حتى ولاو عندنا دي ستوديو يوغا، معناها الناس وين يمشيو ينجموا يمارسوا اليوغا بمختلف معناها كيما نقولوا لي زيكول نتاعها، بمختلف لي ستيل، خاطر ما فماش كان ستيل موحد، يعني فما برشا برشا انواع نتاع يوغا. للناس اللي ما تعرفش اليوغا، عمرها ما سمعت باليوغا، كي كان نحبوا نفسروا لهم اليوغا شنو، كيفاش نجموا نفسروها لهم؟ اليوغا في الاساس هي حاجه ديسيبلين هنديه، عمرها 5000 سنه ابوبخي. بدات معناها بشويه بشويه، بدات اصلها في الهند، عندها 60 50 سنه بدات تتعرف في الاوروب، وبشويه بشويه انتشرت في الاوروب، في امريكا، وتوا هنا موجودين في تونس. معناها بداو التونسي يعرف معناها يوغا. هي اليوغا حاجه سهله برشا، كما انت قلت، حاجه تخلينا باش نتحدوا مع روحنا والجسد نتاعنا، لكن يقول القايل كيفاش. دونك احنا باش نعملوا تمارين دي زيكزارسيس معناها بدنا، فما تمارين تنفس، فما تمارين تامل اللي هي الميديتاسيون، وبيان سور فما ريلاكساسيون، نرتاحوا معناها الانسان يسترخي، بس نجم نقولوا نسميوه الاسترخاء. اي اسكو ينجم الواحد يعملها وحده، يطبق مثلا من الفيديوهات نتاع اليوتيوب، ولا لازم يكون فما خبير سيرتيفيي، ولا كيفاش؟ شنو تنصح انت اليوغا ساعه نجم نقول نطمن العباد انه اي انسان ينجم يمارسها، يعني من الصغار لنقولوا لعمره 99 سنه، معناها في اي عمر وفي اي وقت نجموا نمارسوا اليوغا. بقينا احنا الحاجه الباهيه انه كما نقولوا اون ادابتها لي بوستور هذوما حسب العمر، حسب الحاله الصحيه نتاع الشخص، حسب احتياجاته. داكوغ بيان سور توا ولينا نشوفوا في اليوتيوب وكل شيء، لكن انا غالبا ننصح انه تمارسها حتى اول مره مع انسان يكون سيرتيفي مختص، يعلمك وانت تتعلم على قاعده كما نقولوا صحيحه. اي مهم برشا انه ديما يكون فما كونتاكت بين المدرب وبين اكيد 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 اكيد. معناها الانسان ما ينجمش وحده يقول ايا نتفرج في فيديو ونعاود، صحيح ينجم يضر روحه. بالضبط، ينجم يضر روحه، ينجم الغلطه ما يفيقش بروحه انه يعمل في غلطه معينه، وافورس انك تعاود نفس الغلطه تنجم يجي باش يبرا يولي. بالضبط بالضبط، خاصه اذا كان نحكيو على اليوغا ثيرابي. دونك اليوغا ثيرابي معناها تفيد وقت الناس يبدا مثلا ناس عندها مشاكل في الظهر، مرض معين، لازم يكون فما سورفيونس، بيان سور ياخذ لاكور من عند الطبيب نتاعو، هذاك في اول حاجه، وبيكون عنده متابعه من البروف نتاعو. والفوائد نتاعها لو كان نذكروهم الساده المستمعين؟ الفوائد عندنا فوائد على المستوى الجسدي، فوائد على المستوى النفسي، فوائد يعني بسيكولوجيك وكل شيء. دونك بيان سور باش تخلي البدن يقوى، يولي يسوفل اكثر، تنحي لنا ستريس، تعاوننا اذا كان فما ناس عنده مشاكل في النوم ولا قلق في النوم يولي ترقد مرتاح اكثر. دونك احنا ديجا في نحيو ستريس، هذيك هو اول المفتاح
باش نحسوا رواحنا مرتاحين في الدنيا. وحسب ما نعرف زاده فما برشا ناس تحب تضعف وتنقص من الكيلوات المتراكمه، زاده يمشيو يلتجئوا لليوغا. بالضبط. دونك اليوغا تنجم تعاوننا برشا باش احنا نقصوا من الكيلوات، وحاجه باهيه ان نخليو ما نعاودوش نرجعوا، خاطر جينيرالمون كي نعملوا ريجيم نعاودوا نرجعوا ولا نعملوا سبور وكل ديما نعاودوا. دونك هو من انت تنجم تاكد لنا اللي اليوغا تخليك ما ترجعش الكيلوات اللي تنقصهم، وتنقصهم على كانه كيما نقولوا يطيب على نار هاديه. بالضبط. اي باهي. ملا واسكو لازم وقت معين معناها السيونس قداش تنجم تاخذ؟ فما شكون انا ديما ننصح نقول حتى ولو تمارس شويه مي على دوام خير من تمارس برشا وتقص. اول حاجه في اليوغا هي لا ريغولاريتي، انه الانسان يداوم، هذه حاجه. فما نجم يعمل ساعه ونص، معناها لي كور توا سافاري بين ساعه وساعه ونص. اما واحد وحده ينجم في الدار يعمل 20 دقيقه، نصيب ساعه دو بريفيرونس الصباح مثلا كي نحب انا ننشط بدني وكل شيء، في الصباح قبل ما كي نقوم نعمل شويه يوغا. والا اذا كان انا نحب نلقى اللي فيه ريلاكسون، اللي فيه باش نحي ستريس نهار كامل قبل ما نرقد فوالا في الليل. نشكرك مدام نهال على الافاده الكبيره، وتو ما بقى لي نحييكم ونتمنى لكم الخير والفرحه والسعاده، وان شاء الله دنيتكم ودنيتنا ديما جنه. صراحه FM 88.6